وكمان فلفل احمر واخضر، واضرب بقى في الهون يا ايه يا معلم. جبنا بقى اهم فقره في الفيديو كله، شويه الفول اللي يتاكلوا اكل كده، اللي يجوعوا ايه الشقيان. جبنا بقى شويه زيت كده، وحطينا من الخلطه اللي احنا دقيناها في الهون اللي هي التوم مع الفلفل الاحمر والاخضر. وبعد كده اول ما يصفر كده ننزل عليهم اللهم صل على النبي بالطماطم، وسيبيها بقى لغايه ما ايه يعني تاكل في بعضها كده. وبعد كده نزلي الفول ده بقى بالمناسبه، الفول ده انا مدمساه في البيت، مش اي فول يا اختي، ده الفول ده السلوى اللي مدمساه في البيت. بسم الله ما شاء الله، كنت عامله قبل رمضان ولغايه دلوقتي لسه عندي زي العسل كده، والله زي العسل. وبعد كده يا اختي نزلت عليه الملح وكمون وفلفل، وبعد كده رشيت شويه زيت، وطبعا عملت جبنه بالطماطم وزي الفل زي ما شايفه. عايزه اقول لك رشه ليمون كده بسيطه. وهنا على البتنجان خلاص حشيته بالخلطه برده بتاعه الثوم والفلفل ورشه ليمون زي ما شايفه، يعني حطينا رشه ليمون على الفلفل ورشه ليمون على البتنجان بس كده. يعني عملنا بطاطس وفول وطماطم وطماطم يعني ساده وطماطم بالجبنه.